السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو بصوا لايك واشتركوا في القناه لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد هنعمله وبنعمله وكل حاجه. مبسوطه جدا جدا بالاثنين اللي دخلوا في القناه جداد، يا رب يكونوا سامعيني. والله يا جدعان كتر خيركم. قلت لكم ابعدوا عن السبعه، اطلعوا فوق السبعه. ما اعرفش مين ربنا يبارك له يعني طلع مش اشكال فنزل لسته، فقال بقى بدل ما هي سبعه فخليها سته عشان افرح يعني. فانا فرحت الحمد لله، وربنا كرمني باتنين جداد. عقبال بقى ايه كل شيء فيديو لو مش مشترك عشان يفرحني بس كده يعمل اشتراك، وانا هدعي له مع كل مشترك جديد. هدعي له دعوه حلوه جدا جدا يعني. ربنا يعني يا رب ينولكم كل اللي انتوا ايه تتمنوه. تعالوا بقى شوفوا ايه. انا اشتريت النهارده شويه حاجات، واشتريت يعني مش عارفه اقول لكم ايه، انتوا لما تشوفوها تعرفوا. اغلى حاجه في السوق دلوقتي. تعالوا بقى نشوف جبت ايه. تعالوا بقى نشوف جبنا ايه. هنزل دلوقتي. بص اول حاجه جبناها ده ترشي او مخلل، معرفش اسمه ايه عندكم يعني لو انتوا بتسموه ايه، اللي هو في الميه ده اللي احنا نجيب اصلا في رمضان. ده انا جبته بس حطيته في العلبه على طول عشان خاطر الكيس اتقطع مني، ففضيته في العلبه على طول. ده اول حاجه نحطها في التلاجة. ليه غطا بس انا مش الغطا بتاعه دلوقتي برضه. احنا ايه عايزين نمشي حالنا بسرعه بسرعه يعني عشان نخلص بدري. وجبت بطاطس. شيل بس الميه دي الكيس ده، ما لحقتش ازوق المكان قدامي والله. جبنا بطاطس، جبت سيبة خضار عشان السرير تعباني. ده كوسه على بسله على فاصوليا على جزر، وخدت ليمونه ليمون من الراجل. جبت طماطم وجبت فراوله اهي، افضيها برده معاكم عشان نغسلها انضفها لهم. نحط كده كل حاجه مكانها، بس طبعا دي لسه هنغسلها اول وننضفها وهنظبطها دلوقتي. وبصوا برده معايا ايه، يعني جبت برده كيلو تاني، يعني ده كيلو وده كيلو. الكيلو دوت كان حلو شويتين يعني، بس انا نضفته بالشكل ده. هغسلها عشان دي انا هعملها مربى، بس دي هعملها لكم فيديو لوحده عشان خاطر ايه ما يتوهش في وسط اليوم بتاع النهارده. ودي انا هغسلها واعملها للاولاد عصير، يا اما لو عايزين ياكلوها ياكلوها بتاعتهم يعني. بس وبرش القوطه. ومعانا جبت بقى ايه، جايبين بانيه. ده كنز كنز، اللي يجيب بانيه اليومين دول وراك يبقى عنده ورث يعني. فانا جبت بانيه وجبت وراك برضه، هطلعهم بقى دلوقتي معاكم وهنضفهم وهتبل البانيه وهشيله متبل في الفريزر. والوراك هنغسلها ونعملها مع بعض النهارده ان شاء الله مع صينيه بطاطس، حاجه كده ايه حلوه وسريعه. بس انا مش عارفه النهارده دي يعني الوراك دي هحمرها يعني تتسلق وتتحمر ولا هعمل فيها ايه. بس انا عايزه شوربه عشان اخد الشوربه دي واعملها للستيك شوربه الخضار. فتعالوا بقى نبدا يومنا، وبسم الله الرحمن الرحيم نحط حاجه مكانها ونبدا احنا نغسل الوراك. بصوا بقى انا جاي هنا عند الحوض. انا غسلت بقى الحوض كويس 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 يعني ماشي. فعادي بقى جدا هنحط البانيه بتاعنا او الفراخ او الوراك او ايا كان فيه غسل، لان كده كده الحوض بتاعنا احنا غسلناه كويس جدا. البانيه انا مش هحطه فيه، البانيه انا هحطه في الطبق. ممكن نغسل البانيه الاول. تعالوا انا جبت الطبق ده نغسله فيه. جايبين نص كيلو على قدنا يعني حزين. يلا الحمد لله احنا اصلا عرفنا نجيبه في الغلا دوت. محدش بيجيب بانيه اليومين دول. بصوا بقى هنولع عليه ميه كده اهو. شيلوا من اي حاجه تطلع منه. المشكله دي كبيره قوي بالنسبه لي. وانا هنجيب السكينه، نشوف بس السكينه فين، ثواني. السكينه اهي. بص هناخد دي كده حتتين. بسم الله. انتوا شايفيني من هنا ولا لا؟ شايفين الحمد لله.
مهربده دي معرفش ليه كده. عارفين الحاجات دي تبقى مهربده ليه؟ عشان الله يسامحه اللي بنشتري منهم الفراخ ايا كان اي واحد منهم يعني، بيكونوا حاطينهم في ميه فبيبوشوا، ونضطر ان احنا واحنا بنغسله ما نقدرش نبوشه في ميه كتير. يعني دلوقتي هغسله بشويه ملح على طول وشويه خل، بس مش هقدر اسيبه يتنقع عشان كده ده هو كده هيبوش مني خالص. بس شويه ليمون كده اهو. هحط بقى البانيه كده اهو. ماشي. هنجيب نص ليمونه هنرميها فيه كده، وهنجيب الخل. الخل ب 20 جنيه يا جدعان، خل هاينز. دول فاكرين احط خل هاينز ونعمل البانيه يعني اصلا يعني ازازه الخل معدل النص البانيه معدل البانيه. نحط شويه ميه صغيرين. استنى برضه نحط لها شويه ملح. يبقى احنا غسلناه غسله ايه محترمه. ريحته بقت تحفه، الليمون بيخليه ريحته حلوه جدا، وقشر الليمون لما تحطيه فيها كده اهو بينزل ريحه الليمون وطعمه بيخليه نضيف جدا وجميل. هتسيبه بس يعني دقيقتين بس كده في الميه بتاعته دي، وهديه شطفه تاني برده صغيره وهشيله. على ما نسيبه الدقيقتين دولت هناخد الوراك بتاعتنا كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. انا بجيب ايه الوراك على العدد اللي موجود في البيت معانا، يعني على العدد اللي هياكل. يلا بقى نبدا نقول بسم الله. بصوا الوراك انا جايباها كبيره بس للاسف مش نظيفه. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشيل الحته الزلموكه دي تمام، وهنيجي هنا كده نشيل الدهون. بصوا بما ان الورك ما شاء الله معايا كبير زي ما انتم شايفين كده، وبقى الدهون الزياده الجلد الزياده انا مش بخليه، انا بشيله. اصلا هي عليا عايز اشيل الجلد كله يعني. السكينه خلاص بقت تنحت. بصوا انا هقطعهم كلهم وارجع ايه اوريكم في الاخر. بصوا بقى هنا كده بعد ما انا غسلت الوراك بس لسه ما نقعتهاش، انا غسلتها بخل ولا غسلتها بحاجه. جبت بس البانيه الاول عشان اقفله عشان بقاله كتير كده في الميه. كفايه عليه ميه، ده انا موتت ميه. هشيل بقى ايه في الطبق الفويل بتاعي ده. اتنين بس زي ما انتم شايفين كده اهو. انا بقى ما عنديش ستريتش ده بتاعت الليمونه، هلبسه كيس بقى بلاستيك عادي وندخله في الفريزر واشيله عشان يبقى جاهز عندي وقت ما احتاجه اعمله. بقى انا كنت هتبله بس انا ايه قلت هخليه دلوقتي عشان اشوف اعمل بيه ايه، شاورما هعمل بيه بانيه لسه بقى اما نقرر نشوف هنعمل بيه ايه. فده يلبس كيس وهيدخل ايه الفريزر. معانا الطبق التاني هننزل بقى ايه في الوراك اللي احنا جايبينها دي. انا غسلتها كويس بس هبقى حابه برضه بشويه محلول هي كمان زيها زي البانيه. بس برضه هاخد معايا ثواني.
بص اول بقى حاجه هنعملها بعد ما نقعنا الوراك في الميه، نحط نص ليمونه، وبرده هنسيبها ساقطه فيها كده اهو. ننزل بشويه ملح، كل دوت هيشيل منك الزفاره خالص. وهننزل برده بشويه الخل، وهنجيب شويه دقيق. هقول اصلا مجرد بس حطينا الليمونه بتقضي على الزفاره خالص يعني. نحط لها بقى معلقه دقيق كده اهو. قلت لها في ايدي معلقه صغيره، حط معلقه، معلقتين، ومعاهم معلقه كبيره يعني. مش عارفه انتوا شايفينها كويس ولا لا، ثواني هوريها لكم دلوقتي. ممكن برضو حته النص ليمونه بتاعت البانيه. شايفين شكلها؟ مفيش ريحه خالص 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 يعني. ارفع لكم التليفون شويه تشوفوها. شايفين شكلها؟ ممكن نحط فيها طماطمايه بس ايه، انا هستكفي بالمكونات اللي انا حطيتها دي، وهسيبها برده منقوعه كده فيها بتاع دقيقتين 3، واقوم مطلعاها مصفياها في المصفى. بعد ما تتصفى خالص بقى تنزل ميتها، هنبدا نشتغل فيها ونعمل الغدا بتاعنا النهارده ان شاء الله. بصوا بقى كده بعد ما سيبناها كام دقيقه كده منقوعه في الميه بتاعتها، هجيبها كده اهو. هشطفها بقى كلها بعد ما اتاكدنا ان هي ايه، نطفت خالص. شايفين؟ دلوقتي انا قطعت الوراك دي. انا كنت جايبه يعني ما شاء الله كده 5 اوراق. انا عملت بيهم بقى ايه، قسمتهم لكل ورك 2. تمام، لان الوراك الكبيره. فانا هشيل الدبابيس، هخليهم له مره تانية ان شاء الله. بما ان حاجه غاليه فاحنا نوفر. جبت برضو اطباق من اطباق الفيل اللي عندنا دي، نحط فيها ونشيلهم. بس انا هشيل 4 بس. ليه؟ لان احنا 5 افراد في موجودين في البيت. تمام، فانا هبقى محتاجه 5 قطع. ادي 1 2 3 4. وانا جايبه 4 ولا جايبه كام؟ انا كنت جايبه 4. فانا هاخد 1 من دول عشان نعمل اكله، ودولت هشيلهم وهجيب معاهم مره تاني ورك بقى وركين حسب ما هحتاج. وبرده هنشيله، فانتي وفري من اي حاجه، وفري. وممكن نشيل دوت معاهم. تمام، ودولت هيكفونا ان الوراك يعني بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين ده نص الورك يعني. شايفينه ده كده يعتبر نص الورك، فما شاء الله ده كبير يعني. ده يكفي فردين حلوين يعني، حتى ممكن اطفال. بس كده انا هشيل بقى معانا الدبابيس دي زي ما انتم شايفين بالمنظر الحلو ده. برده هلبسهم كيس وهشيلهم مع البانيه. يبقى احنا كده ايه، من اكله واحده تكفي مره، احنا خلاها تكفي مرتين عشان برده نساعد نفسنا على الظروف اللي احنا عايشين فيها دي. كل مره ممكن ناكل ايه، حاجه فيها لحوم يعني او ايا كان. بصوا بقى كده بعد ما غسلنا الفراخ طفت كويس جدا. قطعت البطاطس، قطعتها وحطيت بقى اللي احطه على البطاطس الطماطم والبصل. الخلطه بتاعتي بحب اعملها جدا في الخلاط، بحط البطاطس مع البصل، الطماطم مع البصل، بحطهم في الخلاط مع بعض. ماشي، وهنحط التوابل بتاعه البطاطس. هحط بصوا سيبكم من توابل البطاطس دلوقتي، خلينا في الفراخ عشان الميه بتغلي. هنزل بالتوابل بتاعتها بعد ما غسلنا بقى الوراك اهي. بعد ما غسلناها زي ما انتم شايفين هنحط بقى عليها التوابل دي. انا حطيت فلفل اسود وملح وحبهان روله وشويه بهارات وشويه روزماري وشويه زعتر.
توابل بقى الروزماري والزعتر مع اي لحوم، وبالذات الروزماري مع اللحمه او البط او اي حاجه حلو جدا. الزعتر حلو جدا مع البط والفراخ والوراك الحاجات دي، لكن مش حلو مع اللحمه. لكن الزعتر حلو جدا مع الفراخ. ماشي. وحبهان برضو وورق روضه، مش عارفه قلت لكم ولا قلت لكم طبعا، خلاص بس انا بنسى دلوقتي، اعذروني. فالتوابل دي هنحطها ايه في الشوربه دلوقتي، ومعاهم البصلايه الحلوه دي. تمام. يلا بقى ننزل عليها في الشوربه. يلا بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا اللي حضرناها مع بعض اهي. بس الميه ما غليتش، بس هي خلاص بتطلع فقاعات من تحت يعني كده ايه هتغلي. نزلت بالبصلايه، نزلنا بالتوابل كلها. في ناس ما بتحطش الملح، انا ما كنتش بحط الملح بس بقالي كام مره بنساه، وفي الاخر بعمل اكل اللحوم يعني او الفراخ وكده. انا حطيت حته طماطم برضه بتدي الشوربه طعم حلو جدا. فقعدت كام مره كده انسى الملح وبحطه في الاخر. فالملح مش بيكون بقى ايه، بيكون حيق الشوربه بس ما يكونش حيق اللحم نفسه. فقلت لا انا هحطه وكده كده هتستوي في الاخر ان شاء الله يعني. ننزل بقى بالوراك بتاعتنا اللي احنا قسمناها امبارح دي. انا مزوده الشوربه عشان انا عايزاها، عشان هعمل بقى لسليم منها شوربه خضار. بس هعمل لكم شوربه خضار بقى فيديو لوحده عشان خاطر ايه، اوريكم التفاصيل يعني وكده. هنسيبها بقى تبقى متغطيه بس مش كلها، حته منها عريانه عشان خاطر هي هتغلي دلوقتي وهتفور بقى، اما تفرش وتطلع بره. شايفين في حته مفتوحه اهي. نرجع بقى هنا البطاطس بتاعتنا نبدا بقى نتبلها. بصوا بقى انا هعمل ايه. ورق اللورا دوت انا مش هحطه في خلاط عشان ما يتكسرش ويعمل زي الخشب ويقف فوق حد يضايقه. لما تكون كده صحيحه يعني طعمها تتشال، نقدر نشيلها. دي المعلقه اللي بعاير بيها. بصوا بقى هننزل في خلاط هنا اهو. البصل ريحه التوابل شرقتني. حطينا البصل والبطاطس، هنحط عليهم مكعب مرقه دجاج اول ما يجي اهو. لما اجي هنزل بالتوابل. بس كده بقى لما نحط التوابل في الخلاط مع الطماطم كله بقى ايه داخل في بعضه كده. بس الحاجه بتاعتنا دي وهنجيب شويه ميه. اقفل بقى النور عشان خاطر دي الفيشه قريبه من هنا. نعتذر على الاضاءه السيئه دي. بسم الله. الغطا اوعوا تنسوا الغطا بقى. البصل بيتفرم مع الطماطم عادي جدا ولا بيحصل له اي حاجه. انا ما قلتلكوش حطيت ايه في التوابل اللي ما قلتوش عليها. هكتبها لكم في صندوق الوصفه ان شاء الله، عشان حاطه فيها اكتر حاجه بحبها في البطاطس هي القرفه. هكتبها لكم صندوق الوصف عشان ان شاء الله تعملوها بالقرفه. دي بقى الصلصه بتاعتنا المتحيقه ومتبله بالبصل وكل حاجه. تمام كده. انتوا مشفتوش؟ يا نهار ابيض. تعالوا هنا. انا بقى هحطها على البوتاجاز دلوقتي، بس هحطها على نار هاديه خالص واحاول اشوف لها غطا. بس مفيش غطيان عندي للاسف، مربعه كده او مستطيله. طعم الحياء تحفه مظبوط جدا الحمد لله. هحط لها بقى معلقتين سمنه كده اهو، واحده هنا
واحده كده اهي، واحطها بقى على البوتاجاز ووطي عليها خالص لحد ما تستوي. كده حطينا البطاطس على البوتاجاز اهي، وحطينا الوراك بتتسلق والبطاطس هتستوي. انا مغطيه عليها النار خالص، هغطيها دلوقتي بصينيه تانية عشان خاطر ايه تستوي براحتها والبخار يسويها كلها من فوق وتحت وكده اهو، ما تغلاش على الفاضي. انا طبعا مش هعرف اعمل اي حاجه دلوقتي تاني غير لما الاكل يستوي، ولما دول يستوي هبدا اعمل رز عشان الرز ما يبردش مني بسرعه. فانا هسيبهم بقى يستوي براحتهم، وبعد ما الشوربه تبقى تكون جاهزه معايا والوراك تستوي هبدا اعمل لها شويه لسان عصفور وبعد كده نعمل الرز. بصوا بقى انا استغليت ايه، ان انا مولعه على البطاطس وعلى الشوربه، وقمت حمرت الشعريه وحمرت لسان العصفور وسبتهم جاهزين. اول ما الشوربه معانا كانت جاهزه حطيت خدت بقى الشوربه حطيتها على لسان العصفور اللي حمرته اهو. شايفين لسان العصفور من بعيد ولا مش شايفينه؟ حط عليه شويه شعريه عشان كان عندي حبه قليلين مش كتير. والرز اهو حمرته وحطيت الرز والميه بتاعته بعد ما غليت حطيتها، ومعانا الوراك برضو اهي مش ظاهره قوي بس خلاص يعتبر هي استوت. ومعانا بقى البطاطس هي حطيتها بالغدا ده، شايفين انا عليه بس عليها عشان خلاص هقفل دلوقتي معاكم اهو. وهنجيب بقى ايه، طلع بقى الفراخ الوراك قصدي، عامه وراك فراخ الاتنين واحد. نيجي بقى كده واقفل برضو على الوراك، اطلعها بقى بالكماشه بتاعتي دي احطها على الوش، احطها على شويه وش الصينيه زي ما انتم شايفين كده. هنشغل بس الفرن وهنحطها تاخد بس وش من فوق الوراك بتاعتنا وخلاص. شايفين كده؟ هولع بقى الفرن هشيل ورقه اللورة دي واحطها يحمر وشها والاكل بتاعنا يكون جاهز بعديها. يا ولدي بس شوف مين، يا ولدي بس شوف مين، يا ولدي خلصتي؟